حكايات وقصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن فتية آمنوا بربهم، كتموا الإيمان في قلبهم، اتقابلوا يوم مع بعضهم وكان معاهم كلبهم. في الكهف دخلوا كلهم وفضلوا يدعوا ربهم، جه الأمر من الله بالسلام، الكل نام عدت سنين. الشمس تطلع كل يوم تميل بعيد عن كهفهم، عن كهفهم، وهي ماشية في الغروب بالأمر تبعد عنهم، عنهم. حكايات وقصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن عبد صالح كان حكيم، قبله النبي موسى الكليم، قال له حكون من الصابرين، علمني من علم اليقين. خرم السفينة في قلبها وكان هيهلك أهلها، قتل الغلام من غير سبب، موسى انفعل زاد الغضب، قال له الحكيم أنا قلت لك صعب تكون من الصابرين، من الصابرين، مهما حصل قدام عينيك فوق كل علم أكيد عليم، أكيد عليم. حكايات وقصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن ملك ذي القرنين، كان عادل كان حكيم، ساوى بين الصدفين، فصل بينهم بسد متين. حكايات وقصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وحققنا بشيء من خلقه، وعلمنا قليلا من أدبه، وأحي فينا وفي أمته هذه المعاني يا كريم. وبعد، فإن هؤلاء الفتية قد اعتزلوا أديان أهل الأرض إلا عبادة الله، ولأنهم قد استشعروا بأنهم في معية الله توجهوا إليه بدعائهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاستجاب الحق سبحانه لفتية الكهف
وبشرهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. إنه حسن الظن بالله وعدم اليأس من رحمته، فإن الله لا يخيب رجاء من لجأ إليه ولا يتخلى عمن آوى إليه. سيدي دقيانوس، ماذا وراءك يا جوليوس؟ نبأ سيء يا سيدي. ماذا هناك؟ لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير. من تجرأ وفعل هذا؟ وأين كان حراس المعبد؟ قتلوا يا سيدي، ولكن لن يفلتوا من يدي هذه المرة. اللعنات ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخونة. انصبوا المشانق والصلبان، أشعلوا المحارق، لقنوهم درسا لا ينسى. أبي، ما هذا الذي يحدث بالمدينة؟ ألم تعلم بما حدث في المعبد الكبير ليلة أمس؟ علمت، ولكن ما ذنب كل هؤلاء؟ أراك متعاطفا مع هؤلاء الرعاع يا ولدي. أنا لست ولدك، فأنت زوجة أبي، ولن تكوني أمي أبدا. مارتينيوس، تأدب. دعه يا زوجي العزيز، إنه رقيق القلب. سأذهب أنا لأرى هذا الحدث من الشرفة. لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكسيميليان. ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟ الخيانة من داخل القصر. سيدي، أرجو ألا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس. لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره. ماذا تقصد يا سيدي؟ إنه ولدي. مارتينيوس؟ ماذا به؟ لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة. إنه يتمرد على الآلهة، بل ويزدريها. سيدي، إنه ما زال صغيرا، والشباب في هذه السن إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين، ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير. وأنا أخشى من كهنة المعبد، فهم أول من أدركوا حقيقته للأسف، ولا أستبعد أن يصل الخبر إلى جواسيس الإمبراطور الأعظم. أشر علي يا ماكسيميليان، أشر علي. ماذا أفعل؟ دعني أتحدث معه، وسيكون كل شيء على ما يرام. أيها القائد أنطونيوس، فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال. أنت وأنت وأنت، من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخونة. نفذ الأمر الآن. سمعا وطاعا.
إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب. إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت. عجبا، ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها؟ ماذا قلت الآن يا مارتينيوس؟ ما سمعته يا أبي. إنك تردد كلام هؤلاء المارقين. إنني أردد كلام العقل يا أبي. أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع. إذن فأنت واحد منهم، ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسه. ليتني كنت معهم. مارتينيوس، سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا، ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك. تريدون هدم نظام الدولة؟ بدون هذه الآلهة وبدون هذا المعبد وكهنته ينهار سلطاننا. إنه نظام أقيم على شفا جرف هار سيهوي بكم جميعا إلى الجحيم. ماكسيميليان، في أعماقي إحساس لا يفارقني بأنك ستغادرنا. علينا أن نتقبل أقدار الله ونرضى بمشيئته. ولكني لا أحتمل هذا، لا أحتمل. أستحلفك بالله، قل لي ماذا يدور بعقلك؟ لقد أثار جوليوس الشكوك حولي أمام أبيك. ماذا يريد منا هذا اللعين؟ اسمعي يا هيلين، عاجلا أم آجلا سيحدث ما نخشاه، وهذا ما دعاني لاقتناء دار لك خارج المدينة. أنا لا أطيق الحياة بدونك، فليس لي أحد سواك. هل نسيت الله يا هيلين؟ لا أحد لنا سوى الله. أنت من هديتني ودللتني على الطريق إلى الله. ليس لنا سبيل سوى التوكل على الله والتسليم لإرادته. إن الأرواح جنود مجندة تتآلف وتتعارف ما كانت على العقيدة الواحدة، فأهل الخير يتعارفون ويتآلفون ولو كانوا من بلدان شتى، وهكذا تآلف أصحاب الكهف. ومن الدروس العظيمة التي انطوت عليها هذه القصة أن الشباب من أهل الإيمان أسرع إقبالا على الحق من الشيوخ، وكيف أن الله إذا هدى الشباب تمسكوا بإيمانهم أكثر من غيرهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم شبابا، لأن الشيوخ قد عتوا في الباطل واستمروا عليه فترة طويلة، فقست قلوبهم ولم تلن لدعوة الحق والتوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا